السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم خوتي الأعزاز، إن شاء الله تكونوا لاباس. فيديو عالمي، فيديو عالمي من المغرب الأقصى. إسكوبار المغرب وتهريب الحشيش إلى إسبانيا عبر الأنفاق. قبل ما نشوفوا الفيديو، الحمد لله أن الحدود الجزائرية المغربية مغلقة. لو كان ماشي الحدود مغلوقة، درك راهو الحشيش بالقناطير في الجزائر. وكي تهضر مع المروكي يقول لك محمد السادس امير المؤمنين، امير المؤمنين ويخدم الحشيش. المهم خوتي العزاز، نروحوا نشوفوا هذا الفيديو ونعلقوا عليه. كانت الشرطة الإسبانية من اكتشاف نفق لتهريب المخدرات في جيب سبتة بشمال إفريقيا، مخفي تحت مستودع صناعي ومزود بنظام سكك حديدية ورافعات تحت الأرض. راكم تشوفوا كيفاش راهم يهربوا في الحشيش، ويخرج محمد السادس ويقول لك حسن الجوار واليد الممدودة، وما على باليش يدك شدها عندك. لنقل الحشيش من المغرب إلى إسبانيا. معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من مدريد مراسلنا سيدي محمد طلبة. سيدي محمد، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن اكتشاف الشرطة الإسبانية لهذا النفق السري لتهريب الحشيش من المغرب؟ مرحبا حكيم. في الحقيقة بحسب بيان الصادر عن وزارة الداخلية فإن هذا النفق هو نفق متطور بشكل كبير جدا جدا، وكان يسمح بتهريب بحسب وزارة الداخلية الإسبانية كميات هائلة من المخدرات إلى إسبانيا، ومن إسبانيا ربما إلى دول الاتحاد الأوروبي. مدخل النفق تم إخفاء. كي تشوف نفق كيما هذا راسك يحبس. ممكن والله أعلم يكون المخزن المروكي والأسرة العلوية هما اللي قاموا بحفر هذا النفق، ممكن والله أعلم. بعناية فائقة خلف ثلاجة عملاقة كانت موضوعة في مصنع أو في ورشة صناعية. النفق نفسه يتألف من 3 مستويات، هناك بئر للدخول، وهناك كذلك غرفة لتخزين المخدرات، وممر ينطلق حتى الحدود الأراضي المغربية. كذلك هو مكيف ومجهز بعدة أجهزة، منها حتى أجهزة عازلة للصوت، وأجهزة لا تسمح مثلا تفادي الرؤية أو التواصل البصري بين المهربين. كذلك حتى أجهزة لشفط وصرف المياه الجوفية، على اعتبار أن المياه الجوفية في هذه المنطقة ليست بعيدة. هذه هي مملكة 12 قرن، وهذه هي الإمبراطورية كما يسميوها العياشة، الإمبراطورية المروكية لتصدير الحشيش والمخدرات والسموم. على كل حال، بحسب السلطة الإسبانية تعتقد بأن هناك كميات هائلة من المخدرات تم تهريبها من هذا النفق، وترى بأن هذه العصابة أو هذه الشبكة المنظمة يتزعمها شخصان، أحدهما في المغرب أطلق عليه مهندس الأنفاق على اعتبار أنه متورط على ما يبدو في نفق آخر تم تفكيكه السنة الماضية، والشخص الثاني يوجد في سبتة وهو